السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا بقى جمال الأكل وحلاوة الأكل لما يكون عندك عزومة أو ناس غالية عليكي وعايزة تعمل لهم أحلى حاجة. بصوا رز بشعرية وكفتة بالبطاطس، طبق الملوخية الأساسي أساسي طبق الملوخية، بسلة باللحمة وبطاطس محشية مع لحمة مفرومة. بصوا الجمال بتاعها، وبصوا تورتة الرز الجميلة، رز بالألوان. هنشوف الرز بالألوان ده احنا عملناه ازاي لأغلى الناس وأغلى الحبايب. اما تعوزي تعمل لهم حاجة تشرفك كده قدامهم وينبهروا بالأكل. ايه رأيكم؟ يلا نشوف العزومة دي احنا عملناها ازاي. نسمي كده بالرحمن. معانا كده حلة كبيرة اهيت. انا معايا مش هحط بقى، انا عشان هسيح حته فص المستكه هعمل ايه بقى. بصوا انا جايبه ماسوره، دي طالعه من الماسوره بعد الجزار ما كسر لي الماسوره، دي طلعت من، قلت اسيحها واسيح فيها فص المستكه. انا جايبه فص مستكه كده، بس احنا ايه، نخليها تسيح شويه، دي بتخلي الشوربه دسمه، هنطبخ منها كل الاكل اللي انا ايه هعمله. بصوا، نقول فص مستكه واحد كبير. كتر المستكه بتمرر، خلي بالكم، مش بكترها. يعني هي بتدي ريحه وطعم حلو، بس مش بكترها، بالطعم الاكل بس، بس يكون حاجه بسيطه. حطيت طماطميه كده هنا وبصلايه بس كده، هشقها بس كده خالص اهيت. اهي شوفوا هي نزلت خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. كده نعمل ايه بقى؟ هننزل اللحمه عليها بقى، الفص المستكه سايح. اه نحط كمان كام فص كده، حبهان، بيطلع الريحة كده نقول في السمنة اللي بنحطها أو المادة الدهنية اللي احنا بنحطها اهيت. نقلبها بس كده تاخد ايه تشويحة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط بقى اللحمة اهي. احنا قلنا ما يكون ناس غالية عليكي او عندك عزومة وعايزة تعمل، هنحط كده ايه قيمة معلقة فلفل، معلقة فلفل اسمر. انا جايبة لحمة بسم الله ما شاء الله كتير يعني اهيت. يعني ده بقى عود كرفس، عود كرفس اللي هي العيدان، مش الورق، مش الورق. هحط ورقتين لورا كمان اهيت. هسيبها كده تغلي، ان احنا هنشوحها مع بعض. هنا بقى معايا هنا ايه، لحمه مفروم. انا برضو مش هقول، بس هنقول ايه، كيلو اللحمه عليه كيلو بصل. انا فرمه عليه بصل اخضر وبصل فلفل الوان، يعني احمر واخضر اهو. الكيلو اللحمه عليه كيلو بصل، نص لحمه عليها نص كيلو بصل اهي. احنا هنعصق كده. انا علقت على اللحمه بتتشوح، انا ما بسلقهاش مره واحده. التوابل بقى معايا هنا، معلقه قرفه من كل حاجه، معلقه صغيره، معلقه قرفه، معلقه فلفل اسمر، نص معلقه جنزبيل، نص معلقه. وبص، وديت ربع معلقه حبهان مطحون، ومعلقه بهارات، بهارات لحمه معلقه كبيره. بس الجنزبيل نص معلقه، الفلفل الاسمر معلقه، والملح معلقه اهي. بصوا انا بحطها، انا ما بسلقهاش على طول. هحط بقى ايه، ليمونه بحالها، دي صغيره مش كبيره، دي معلقه يعني ليمونه صغيره، هنحطها كده فيها. اي زفاره ولا اي، حتى الفراخ برضو تحط فيها ممكن نص ليمونه كده، مش معصوره ولا تعصري، سيبها هي بتمتص اي زفاره. انا هسيبها بقى تتشوح براحتها خالص لغايه ما تشرب ميتها، ويكون في ميه مغليه احطها عليها اهو. ادي نقلت انا الحله وحطيت بعصج اللحمه. طبعا ستات البيوت كلها ما شاء الله، يعني الدنيا كلها البنات الصغيره بقت تعرف تعصج اللحمه. خلاص كده هي اتعصجت. هعمل ايه بقى تاني؟ انت هتعملي ايه يا ميمي؟ ايه الاصفر اللي جنبك دوت؟ جزر. طب هتعملي بيه ايه يا ميمي؟ هقول لكم هنعمل بيه ايه. خلاص كده خلاص، يعني هي كده خدت 3/4 سوا اللحمه، 3/4. هنحط عليها جزر، ده نص كيلو جزر، نص كيلو جزر. بس انا بشراه طبعا، وشوف ما شاء الله، ده مش قادره اقول لكم على الجمال بتاعه. انا بقيت اعمل دلوقتي حتى لو رقاق، رقاق، جلاش، بطاطس محشية، أي حاجة أنا بحط فيها الجزر، اللحمة المعصجة، بحشي بيها كل حاجة. جميلة جدا، جميلة جميلة. حط معلقتين كده سمنة حلوين اهيت اهي.
برضو هنخليها اللي هي ايه، هتكمل السوا، الربع سوا اللي فاضل هياخد الجزر مع اللحمة تسوية كاملة. ايه، هنحس بقى ان الجزر هبط ولونه غير. بصوا خلاص كده استوت اللحمة كده خلاص. ايه، شوفوا ما شاء الله. مش تقولوا بقى يعني ازاي ومش ازاي، لا جربوها. انتوا بتشوفوها بس كده لكن ما جربتوش. جربوا الجزر باللحمه وانتوا معصجين. خلاص اللحمه انا كده ايه، خلاص انا شوحتها اهيت ما شاء الله عليها، اتشوحت خالص كده. دي ميه مغليه انا هزود، وعندي ماسور. لازم الشوربه تغلي غلوه واسقط فيها الماسوره. بصوا هسيبها تغلي غلوه، بعد كده هسقط الماسوره. كده بقى يا جماعه احنا هنعمل ايه، انا علقت على اللحمه واطيه خالص، وهبعت بنتي تروح تقطع لي تعمل لي الكفته. اه، انا معايا هنا كيلو رز، كيلو وربع رز، ومعلقه توم مفرومه. نقول البصله دي مثلا، نقول بصلايه كبيره اللي معايا دولت. بصل صغير خالص، بصل قورمه هحطها. وادي التوابل بقى من كل حاجه، معلقه صغيره كزبره ناشفه وفلفل اسمر وقرفه وحبهان بسيط، لا مفيش حبهان، وبابريكا. ودي ربع معلقه كبيبه صيني على قرنفل، وشطه حسب الرغبه، وبهارات لحمه، ومعلقه الملح اهي. يعني القرفه دي بتخلي طعمها حلو قوي. والكبيبه الصيني والقرنفل ربع معلقه، انا مش مكتره عشان ما تبقاش طعم القرنفل جامد. دي بقى بص حبه صغيره، ربع معلقه بيكنج باودر، ربع معلقه بيكنج باودر، ربع معلقه صغيره، عشان ما تكتروش منها وتشقق لكم الكفته. خلوا بالكم لو كترتوا منها الكفته وانتوا بتحمروها تلاقيها تفتح اهي. دي بس كده اهي. انا ما عنديش المفرمه ان انا افرم بها الكفته حقيقة، انا عندي كبه صغيره كده على قدي، شويه البصل والحمد لله. هنروح عند الجزر. ده بقى انا جبت كيس خضره من الفريزر. انتوا شايفين الخضره الايام دي العود بقد ايه، والربطه الحزمه صغننه ب2 جنيه ونص، حتى لو ب10 جنيه مش هتقضيها. بصوا دولت كانوا 3 ربطات كبيره، 3 حزم كبار، شبت وبقدونس وكزبره. شايفين خضره ازاي؟ انا من عاملاها من اول الشتاء، في الشتاء اللي فات. بصوا عندي خضره ازاي، انا مفرزاها قدامكم على القناه قدامكم اهي. انا حطيت كده 3 ربطات شبت وبقدونس وكزبره. خلاص بنتي كده راحت تدق الكفته تقطعها اهي. ولازم تكون حته حمرا حلو. قولوا للجزار ما يكونش فيها جلد عشان ما تفرقعش. انا هعمل بقى الجلاش. الجلاش انا عملته كذا مره قدامكم، بس قلنا برضو نعمل. دهنا الصينيه او الصاج ماده دهنيه، وورقتين ورقتين، كل بين ورقتين بدهن وبمسحها مسحه سمنه. عايزين تعملوا بقى بزيت براحتكم، براحتكم خالص اهي. انا بمسحها مسحه كده ايه خفيفه، عشان انا عندي هسقيها لبن وشوربه، والشوربه عندي بسم الله ما شاء الله. شفتوا البتاع اللي طالع منها البهاريز ده، فيها كمان الله اكبر كتير فيها. الشوربه هتبقى دسمه، فانا همسحها مسحه خفيفه جدا، مش هكتر السمنه فيها اهي. كل بين ورقتين وورقتين نمسحها مسحه خفيفه عشان تبقى بس مورقه اهي. عقبال ايه ما الكفته تيجي بقى والعيال تقعد تصبحها ايه. هحشيها بقى اهي. ادي الحشوه، الجزر باللحمه بالبصل ما شاء الله، طعمها مش قادره اقول لكم على الجمال اللي فيها ايه. تقدروا تعملوا كل حاجه يا جماعه، تفننوا فيها كده، تجربوا. ما تخافوش حتى لو باظت منكم حاجة مرة، المرة التانية هتطلع كويس. حاولوا ما تخافوش، تجربوا انا بتك عليها بقى هنا في الورقة اللي فوق اللحمة عشان اللحمة تبقى ثابتة اهي. انا في حاجات مختصرة عشان ببقى يعني انا مصورة الجلاش ده كذا مرة على الصفحة، وقلت هي عزومة، قلت بس يعني برضو هعمل قدامكم برضو الصاج ده. انا عملت الباقي، يعني انا عملت السجان الباقية الصواني، وقلت اعمل واحد قدامكم.
اهو خلصناها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقطعها بقى كده. انت سكينة تلمة ولا ايه؟ السكينة طلعت مش حلو. انا غيرت السكينة تقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقطعها كده. المروحة مشغلنا، الورقة الأخرانية نشفت، فطبعا نشفت هتتكسر، فأنا بحاول أداديها. أنا بداديها عشان الورقة ما تتكسرش. قطعناها اهي. وادي الكفتة عملناها، وادي صبعناها كمان. انا قلت لهم بس سيبوا ايه حتة بس كده يا ولاد. بناتي قلت لهم سيبوها، احنا هنعمل كام صباع قدام، مع ان كنتوا شاطرين. بنحط ايدينا، يعني ندهن ايدينا شوية زيت كده عشان ما تلزقش في ايدينا. عملت كيلو وربع رز، وعليها كيلو لحمة. عليها كيلو لحمة. اللحمة دي جاموسي مش جملي على فكرة. وما شاء الله الجزار اللي انا بعمل عنده بيعملها، يعني كفتته ما بتفكش، ما شاء الله حلوة. ما بحطش شعرية ولا حاجة. في ناس بيقولوا بحط شعرية عشان ما تفكش. لا، انا بعملها عادي كده خالص، ولا اي حاجة. اللي بتفك دي ممكن يكون الرز كتير. الرز بيبقى كتير فيها فبتفرول، اللحمة ما بتبقاش ماسكاها. اه ادي الكفتة كده خلاص يا جماعة عملناها. وادي الطاسة عملناها اهوت. هنحمرها كمان. هي جت من عند الجزار على فكرة، حطيتها في التلاجة نص ساعة. حطيناها في التلاجة نص ساعة عشان تمسك بس. بصوا ما شاء الله. حمرناها. طلع من الطاسة طبعا سخنة كده، سخنة. استنى لما تبرد. بصوا الربع معلقة البيكنج باودر، بصوا عاملة ازاي، طرية من جوه ويعني ناشفة من بره كده. بص البصل ده برضو انا حطاه في الفريزر. قلنا بقى البصل هيغلى والدنيا ودي كده، فانا عملت ايه حبة كده وحطيتهم في الفريزر اهي. طلعتها منها حتة اهيت على قد الطبخة. حطيت حتة سمنة صغيرة ومعلقة زيت اهي. بصوا اهي يا دوبك بشوح البصل، انا ما بحمروش. انا عندي بسلة برضو، البسلة كل واحد على قد ما هي. برضو البسلة دي انا مفرزاها في الشتاء اللي فات. شفت الله اكبر خضرة ازاي من الفريزر على الحلة. ما ينفعش تسيبوها تفك ابدا، لازم تطلع على الحلة على طول. اهي انا غطيتها البخار بفككها. بص ربع معلقة ملح عشان انا هحط شوربة، والشوربة متهيئة. وحطيت شوية فلفل اسمر برضو صغيرين، لان هزود شوربة. ادي هحط معلقة دي معلقة صغيرة. هحط معلقة من الاكل بتاعت الاكل، معلقة سكر. وهقلبها تقلبتين كده كمان عشان الملح والسكر. هحط بقى عصير الطماطم. ازاي يا ميمي ما سبكتيش؟ لا انا اكل كده حقيقي، بس بصوا جربوه. هي بقى هتستوي في الصلصة وهتتسبك في الصلصة. بعد ما تتسبك في الصلصة وتستوي فيها هوريكم هنعمل ايه تاني. هنعمل بقى ايه الصلصة بتاعت الكفتة. انا بعملها بتوم، ما بعملهاش ببصل. انا بعمل صلصة الكفتة عندي بتوم بس، ما بحبهاش ببصل. انا حطيت كده معلقة توم حلوة كبيرة. هتشوفوا انا عاملاها ازاي. ولا بصل ولا توم بحمره، ولا بصل ولا توم بحمره اهي. يا دوبك انا بشم ريحة التوم ويتشوح على طول عصير الطماطم ينزل، او اقلل الملوخية. ما بخليهاش تحمر ابدا. جربوها كده حتى الطعم ما تلاقيش مرارة فيها. ادي هحط برضو شوية فلفل اسمر وشوية بهارات عشان الكفتة. كل البهارات اللي انا بحطها دي بهارات لحمة. قليل جبت بهارات فراخ. ومعلقة ملح صغيرة ومعلقة سكر حطيتها. هوريكم بقى هنا اهو. ديت شوربة على لبن. بصوا حتى وهحط بضاية اهي. وهنعمل ايه تاني كمان؟ بصوا شوفوا حبة على طرف المعلقة بيكنج باودر. بيكنج باودر
بس هي الشوربه بارده، عشان كده تلاقوا الدسم على الوش خالص. انا كده كده انا بصفيها حتى لو مش شوربه، بصفيها عشان البياض بتاعه بيبقى فيه اللي هو الزلال بتاعه ده كده تقيل، ما برضاش احطه عليه. اهو بصوا اهي، ده الدسم بتاع الشوربه وزلال البيض اللي هو الابيض اهو. يعني ده مع ده، وحطيت كوبايه، نص كوبايه لبن ونص كوبايه شرب. هحطها على الرف الوسطاني وعلى 180. لو لقيت الحروف كلها احمرت وما احمرتش من فوقهم، ايده الشوايه دقيقه. طبعا البطاطس الصغيره دي البنات كلها بتعرف تقور زي ما بتقوروا الكوسه يا حبايبي. احنا بس عشان كنا مضغوطين ما قورناش قدامكم، بس انتوا اكيد تعرفوا تقوروها، تتقشر وتتقور عادي اهي. هنحمرها كده في الزيت. انا حمرتها في الزيت بتاع الكفتة اهي. غسلتها وحطيتها في مية وملح شوية كده نص ساعة. احنا قايدين المروحة في المطبخ عشان كده النار بصوا بتطير ازاي، فمعلش اهي. بصوا بقى البسلة استوت في قلب الشوربة، واللحمة عندي مستوية. انا هحطها برضه، هقلبها تاخد غلوة فيها، وهزودها شوربة وتغلي غلوتين، وهطفي عليها. اللحمة مستوية والبسلة استوت في الصلصة هي الطماطم كده، هزودها شوربة وتغلي غلوتين وهطفي عليها اهي. بصوا الدسم اللي على الشوربة. انا طبعا من الشوربة من بدري يعني مسويت اللحمة وركنتها عشان البوتاجاز كنا عايزينه محتاجينه، مرضتش اسخن الشوربة اهي. بصوا اهي، هتغلي غلوتين بالعدد عشان البسلة انا مفرزاه ما تستويش زيادة عن اللزوم. هتغلي غلوتين واطفي عليها واركنها بحيث ان اللحمة تشرب من الصلصة بتاعت البسلة وطعم البسلة. يبقى احنا خلصنا اللحمة، خلصنا الجلاش، وعملنا الكفتة. معلش يا حبايبي في مقطع اتحذف مني، بس انتوا هتشوفوا دلوقتي وانا بعمل ايه وانا بمنتج الفيديو. البطاطس انا بقلبها بخليها تستوي شمال ويمين، ما بخليهاش تحمر قوي، انا بخليها انها مستويه. طالما ان الشوكه غرزت فيها على طول اهي تبقى استوت اهي. بطلعها بيضه عشان نحط على وشها الصلصه، ما تبقاش حمرا قوي ونحط الصلصه وتغمقها. اه للاسف ما كانش عندي ورق مطبخ كان خلص. بص هي بيضه ازاي بس مستويه. اه هنا بقى بصل انا عملته برضو حطيته. دي اللحمة انا طلعت اللحمة سلقتها واستوت خالص، فدي انا هعملها بقى ايه. بصوا انا مشوحاه بس هو بينزل ميته عشان انا كنت عاملة بصل كتير اهوت. خليته اديته اللون البني شوية عشان هحط اللحمة فيها، هديها تحميرة مش هحمرها قوي، لا تبقى زي اللي ليها سوس بني كده حلو بالبصل. ومش هحطها في الفرن برضو، لا انا هحطها كده بس، هشوحها بس كده في البصل، وهرش عليها شوية فلفل اسمر، مش هحط ملح، هي ملحها مظبوط عشان ما نحدقش الاكل. ايه هنرش شوية فلفل اسمر بس، واخليها تتقلب تقلبتين كده في البصل وتشرب البصل. احنا حشينا بقى البطاطس. ادي معلقة صلصة زي ما انتوا شايفين، معلقة اكلة وشوية مية كده عليها، هندوبها بس كده فيها، ورشة ملح ورشة سكر. ده السكر، هحط رشة ملح كمان. طالما في صلصة يبقى في سكر عشان الحموضة بتاعت الصلصة، والملح والسكر بيتعادلوا بيبقوا حلوين مع بعض كده اهي. رصينا كده البطاطس اهي. البطاطس لو انتي هتقدميها في الصينية هي حطي تحتيها شوية صلصة، انا هشيلها من الصينيه هقدمها في اطباق، وشويه جبنه ميكس كده على الوش، هتتحط تحت الشوايه بس. انا الفرن قايد، هي هتاخد في الفرن، مش هحط بقى تحت الشوايه، هو كده كده الفرن شغال على الجلاش فهو سخن قوي، هيسيح الجبنه. انا عايزه بس ان الجبنه تسيح لان هي كلها مستويه، اللحمه متعصجه وكلها مستويه خالص. دي الصلصه بتاعت الكفته. انا بقى عامله نص كيلو بطاطس فيها بس، تبقى يعني بتخلي الكفته كده ليها قيمه
لها قيمة ومركز. هنحطها كده فيها. ما بسقطش بقى انا ايه الكفتة على طول. اه انا بخليها البطاطس برضو تستوي، تاخد غلوتين تلاتة، لان الكفتة بخليها تاخد غلوة واحدة بس وبطفي عليها. اه بصوا بقى دولت الرز اللي هعمله. انا عملت رز بشعرية. انتوا عارفين الرز بشعرية. انا هشكل 3 الوانات، هعمل 3 حلل صغيرين كده، اللي هو تورتة الرز، اللي هو الرز الملون. انا بشوح الاول الرز في السمنة، كله بشوحه الاول عشان يشرب من ايه، من السمنة كده. بصوا دقيات صغيرة كده، لانه بس يعني عاملة بس يبقى طبق بس. وادي ايه 1/4 معلقة ملح في كل حلة، 1/4 معلقة. انا مجهزة مية بتغلي على فكرة. انا قلت هعمل بس وبعد كده اسقي. دي معلقة كركم. الكركم بقى عشان يديله لون حلو كده يعني يخليه فاتح قوي، لان هتبقى تورتيه وعايزه الالوان ملعلعه. بصوا حبه على طرف المعلقه من الالوان الغذائيه بتاعت الاكل اللي انا بعملها للالوان بتاعت التورت او ايس كريم. وده على الاحمر. انا لفيت ما لقيتش بنجر. بصوا حبه قد ايه اهي. انا عامله طرف المعلقه من تحت اهي. طبعا انا بعمل الرز الاخضر ده دايما بالبقدونس، بس عشان اجيب بقدونس دلوقتي للحبه دولت ولا 20 جنيه عشان ان انا اعمل. احنا ايه الجيش قال لك ايه اتصرف، قبل ما انضف حزمه البقدونس واغليها واخد الميه. لا عملنا برضو باللون الغذائي، يعني ما الدنيا لقيتيها وقفت كده، لا باللون الاخضر الغذائي بتاع الاكل واعمليها. اه البقدونس عود واحد في الحزمه ب2 جنيه ونص. احنا على ايه، لا تو قال لك ايه اكلاتنا على قد الايد عشان تتصرفوا. الوان عند العطار، اي عطار قولوا له الوان غذائيه بتاعت الاكل. ده بالكركم. برضه هشوحهم فيهم كلهم كده اهيت. انا قلت اوريكم بس انتوا عارفين كده. ادي الجلاش خلص اهوت، والرز طبعا خلص اهيت. المقطع بقى ده الرز ابو شعريه، دي الكفته. المقطع اتحذف مني وانا بحط الكفته، معلش يا حبايبي وانا بمنتج. وادي الرز اللي هو بالالوان اهوت كله. اكلاتي كلها موجوده يا حبايبي على اليوتيوب، وهتتابعوني على الفيسبوك وانستجرام والتيك توك. اللايكات الجميله بتاعتكم يا حبايبي. السلام عليكم.